بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد النبي الأمين. صديقاتي حبيباتي صديقات قناة الصديقتين، أهلا بكم ومرحبا في الحلقة الرابعة. والنهاردة يا بنات إن شاء الله هنعمل محشي ورق العنب بكل خطواته. ومحشي ورق العنب دوت من الأكلات الجميلة المحببة لقلوب الناس كلها هنا، المصريين والعرب والأجانب، وان شاء الله نكون ضيوف خفاف على قلوبكم. اول حاجه حضرتك بتعمليها ان انت بتجيبي ورق العنب، طبعا بتنقيه كويس جدا من حد تكوني انت واثقه فيه، وبتبصي على الورقه نفسها بتكون خضرها زاهي. تمام. دي او يعني بدايات ان انت تشتري ورق العنب، وبتشمي الورقه نفسها، بتقربيها شويه بتشميها، بتحسي ان بتشمي الريحه بتاعتها بتبقى قريبه شويه من ريحه العنب. ده بالنسبه لاول خطوه. والخطوه الاساسيه لما تروحي المطبخ طبعا بتاعك كده، تبداي تنظفيه وتغسليه كويس جدا جدا جدا، عشان لو في اي تراب او اي حاجات عالقه في الورقه نفسها بتروح من خلال الغسيل. وبعد كده بتحطيها في مصفى وبتصفيها والخطوه الثانيه هنبدا دلوقتي نصور معاكم بالفيديو ونشوف مرحله مرحله لغايه لما نوصل لاخر مرحله. وان شاء الله يا رب الفيديو يكون خفيف ويكون جميل. واتفضلوا معايا ونبدا خطوه بخطوه من المطبخ بتاعنا. خطوه يا بنات، احنا بنجيب حله نحط فيها ميه بس مش كتير، بحط فيها معلقه ملح صغيره، معلقه سكر صغيره، ليمونه واحده بس، ماشي. اول ما بتغلي بروح طافيه عليها النار وبنزل بسم الله طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم، وبنزل بايه؟ بورق العنب بتاعي. ورق العنب ايه اللي مغسول. دي المرحله الثانيه. ورق العنب من المحاشي اللي ما بتاخدش، اللي روحه بسيطه، ما بياخدش وقت. فين؟ في الميه المغليه اهي. واروح مطلعاه بسم الله الرحمن الرحيم كده، بصفي منه الميه لان الميه دي انا هحتاجها في عمليه الطهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة على فكرة الريحة بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، اكني قاعدة مع بستان عنب. بلم الورق بتاعي كله وبنزل ببقية الورق التاني. بنزل ببقية الورق التاني بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم، كل دوت وانا طافيه النار من على الحله بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده، بقلب، بتبصوا تلاقي الخضار بتاعي اتحول لايه؟ لونه بقى مصفر كده شويه، الاخضر اللي هو الميل الكموني. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله انا الى الله راغبون. يا جماعه الدعاء دوت اكتر من رائع. يا ريت واحنا بنعمل الاكل بتاعنا بنقعد نسبح ونقعد نستغفر، نقول نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، نقول اي قران حافظينه. فعلا الاكل بيبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله جميل جدا، وطعمه جميل وفيه بركه. جربوا الطريقه دي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقوها اكتر من ممتازه. بلم بقيه ورق العنب بتاعي كله اهو. ودي تاني خطوة
ليا في طريقة ايه الحشي بتاعتي. دي تاني خطوة في طريقة الحشي بتاعتي. في بقية الخطوات ماشي هبدأ اشتغل فيها، خليكم معايا ماشي. يأتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون. تالت خطوة يا بنات هنعملها اللي هي تسبيك الطماطم. أول حاجة بعملها بجيب حلة بحطها على النار، بوطي العين خالص ماشي، بحط الزيت بتاعي. أنا ما بحبش استخدم السمنة في محشي ورق العنب ماشي. بجيب الزيت بتاعي بحط عليها البصل بقطعها خرط صغيرة، وبعد كده بوطي العين بتاعتي خالص، لان البصل لازم في البدايه بتوطي العين. لو عليتي العين السكر اللي فيه بيطير وبيبقى طعمه مش كويس، بيبقى طعمه ممرر كده، فلازم بتوطي العين عليه. بعد اما البصله بتاعتي بتدبل خالص، بكون عصره 4 طماطمات او 5 طماطمات على حسب احتياجك انت ونظرتك انت لاكلك، لان في ناس بتحب في المحشي الصلصه كتير وفي ناس بتحب الصلصه قليل. ورق العنب يعني وسط، لا هو بيحب كتير ولا هو بيكون قليل، لكن بيبقى ملفوف ويبقى كويس. فانا حطيت 5 طماطميات وحطيت معاهم قرن فلفل احمر اللي هو الكبير ده ماشي، عشان خاطر برضك بيحمر لي الطماطم. وحطيت وسبتها لغايه لما تتسبك، ما حطيتش اي توابل فيها ولا اي حاجه ولا ملح ماشي، لغايه ما بدات تتسبك. حطيت لها معلقه ونص ملح ماشي، ممكن تزودي. انا عن نفسي انا وبيتي بحب الملح يكون قليل في الاكل تمام. بعد كده هو بحط شويه كمون، معلقه كبيره كمون، بحط معلقه صغيره خالص فلفل اسمر بس مش اكتر من كده خلاص. باجي بقى المرحله الرابعه بعصج اللحمه المفرومه بتاعتي. بجيب بصله صغيره بقطعها حتت صغيره خالص وقرن فلفل، بحط معاهم معلقه بسيطه خالص زيت مع معلقه بسيطه خالص خالص صغيره سمنه ماشي، عشان خاطر تحليل اللحمه ماشي، تحليل اللحمه المفرومه. اول ما البصله بتدبل بنزل عليها باللحمه المفرومه بالبهارات بتاعتها، الملح والفلفل الملح والفلفل والكمون والبابريكا بتاعتها عشان برضك تحمر من لونها. وبعد كده اول ما بتتسبك بروح حاطه لها شويه صلصه طماطم ماشي، وبعد كده بحط لها كزبره ناشفه للحمه بتدي لها برضك طعم جميل، وبحط لها حبه حبهان يكونوا مطحونين خلاص. وبكده تكون ايه اللحمه بتاعتي اتسبكت على النار، بتكون ناشفه خالص كده يا بنات اهي. وما بحط لهاش ميه، اللي بيعصج لحمه ولحمه مفرومه يقول لي بحط لها ميه، لا ما نحط لهاش ميه، لان الميه بتزفر اللحمه. انا بوطي عليها العين خالص مع الطماطم مع الصلصه بتاعتها مع البقدونس مع البصله مع الفلفل الاخضر، الحاجات دي كلها بتنزل ميتها مع اللحمه نفسها. ببص الاقيها ما شاء الله لا قوه الا بالله زي الفل. واللحمه المعصجه دي هي دي طريقتي في كل حاجه انا بستخدم فيها اللحمه المعصجه، سواء محاشي، سواء مكرونه بشاميل، سواء جلاش باللحمه المفرومه، رقاق باللحمه المفرومه، الحاجات دي كلها اي حاجه انت بتستخدم. بيتزا انا بستخدمها بعملها بالطريقه ديت بتاعتي تمام. بعد كده بتنقل للمرحله بتاعه غسيل وتقطيع الخضره بتاعتي. انا بجيب بجنيه خضره، حزمه بقدونس، حزمه كزبره، حزمه شبت، الثلاثه بيبقوا قد بعض في المحشي، ما بزودش حاجه عن حاجه، لان الثلاثه مع بعض بيدي طعم جميل للمحشي. ما بيبقاش لو زودت حزمه عن حزمه بحس ان الخضره نفسها بتدي طعم مختلف عن للمحشي. فانا حابه ان يكون ورق العنب بتاعه هو اللي طاغي على الطعم ماشي. بعد كده خلاص الطماطم بتاعتي اتسبكت، بنزل بالرز، ببقى غاسله الرز بتاعي ومصفياه. بسم الله الرحمن الرحيم تمام. بقلب بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بطفي النار بتاعتي، انا كنت موطيها على فكره. بجيب الخضره بتاعتي ببدا انزل بيها شويه بشويه. بسم الله
بسم الله بسم الله. وبسيب شويه خضره للقعره بتاعت الحله اللي هحشي فيها وارص فيها المحشي بتاعي. بحب اسيب شويه خضره بتدي برضه طعم مع ايه، مع الاكل. كده احنا سلقنا ورق العنب بقى بالشكل ده. اهو الورقه اهي. تمام. وده برضك منظر تاني من الورقه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. الورقه الكبيره دي ممكن اقسمها على 2، لان المحشي بتاع ورق العنب بيبقى صغير، ولو ورقه صغيره بحطها ايه، بحط فيها. وادي يبقى دي كده الورق العنب بتاعي اتسلق، اللحمه بتاعتي اتعصجت، الرز عملت له التسبيكه وحطيت له الخضره بتاعتي. تمام. باجي بقى في الاخر اهي التكه اللي في ناس بتسال عليها، انا بنزل باللحمه المتعصجه على ايه، بنزل كل اللي في الطاسه عندي. ليه بقى؟ دي البركه يا بنات. محدش يسيب حاجه في الحله، لان انت ما تعرفيش البركه فين. وبعدين انت بتحافظي، احنا دلوقتي في زمن كل حاجه فيه غاليه، فانت بتحافظي على كل حاجه في بيتك، لان انت ربنا هيسالك على كل حاجه في بيتك، سواء انت بتشتغلي سواء زوجك هو اللي بيشتغل، انتوا الاثنين بتشتغلوا. لازم تحافظي على كل مليم. اولا منه تدبير، ثانيا منه محافظه على نعمه ربنا مديها لك في بيتك. بقلب اللحمه المتعصجه على الرز كله بالطريقه دي اهي، وببدا ادوق. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس. ممكن ازود له حبه ملح صغيرين خالص. وما ننساش يا جماعه ان احنا لسه هحط له الشوربه بتاعته، هيبقى فيها الليمون وهيبقى فيها الملح وهيبقى فيها كمون بس، مش هتحطي اي توابل تانية. وكده هنتنقل لمرحله اللف. الرحمن الرحيم. سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. أول حاجة دلوقتي بجيب الحلة اللي أنا سلقت فيها ورق العنب بتاعي، دي المية بحطها يا دوبك تدفى على النار. ماشي. بزود معلقة ملح. تمام. معلقتين كمون بيدي طعم جميل لورق العنب. بس ببدأ اقلب وادوق الطعم بتاعي. بسم الله. محتاج شوية ملح. طول ما انت يا بنات في المطبخ بتبدأي تظبطي حاجة بيتك على حسب الطعم. في تكات انت ممكن تضيفيها. ماشي. مش هنزود ملح قوي، انا هضيف حبه صغيره تاني وخلاص. تمام. ماشي. بجيب الليمون، عصير الليمون بتاعي وابدا اعصر. باخد التفل بتاعي ده بيبقى جميل جدا. استخدم العصاره عشان تكون معايا اسرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الليمون نفسه مش هرميه، هحتاجه في السن. 3 ليمونات. الليمونه الثالثه.
تمام. ناخد واحده او اتنين بس من الليمون. بجيب بقى ادي الحله اللي فيها ورق العنب. طبعا لف ورق العنب حاجه سهله مش صعبه. ماشي، هعمل لكم واحده برضك. ادي اول حاجه اهي. ماشي، بروح جايبه دي كده واروح عاملاها كده على ايدي واروح لماها كده واهي والف. تمام اهي. واروح ايه حطاها، بحط الطرف بتاعها من تحت. بجيب اهو ليمونتين، الليمونه بتاعتي اهو نصين، وادي ليمونه تانية بعملها كده. عشان بجيب الطبق بتاع الومنيوم او ستانلس عشان يتحمل الحراره، وبضغط كده. انا بكبس كده ليه يا بنات؟ عشان لما اجي اقلب تبقى كلها ملفوفه ايه حاجه واحده. خلاص الشوربه بتاعتي بقت دافيه. بجيب زيت بحطها فيها شويه صغيره. في ناس بتحب تحط زيت زيتون، انا عندي ما بحبوش زيت الزيتون. كل واحده على بنات على حسب بيتها. احنا متعودين ان احنا المحشي ما بنلاش ميه او شوربه للاخر. تمام اهو كده. كده بحط شويه صغيره. لازم يكون الشوربه بتاعتي قبل الرصه الاخير عشان المحشي بتاعي ما يعجنش. اهي بنت، وببدا احطها على العين الكبيره الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. واول ما بتبدا تغلي بروح بسم الله الرحمن الرحيم غطا الطبق بتاعي. تمام كده. بظبط التايم بتاعي على 10 دقايق، لان دي العين الكبيره اللي عندي. مجرد ما بتغلي ببدا اوطي عليها او بنقلها العين الصغيره واوطي عليها خالص، على الاقل من مهلك في سوى محشي ورق العنب. لان كل ما قعد فتره على العين الواطيه كل ما الاكل بقى حلو. وعلى فكره يا بنات في تكه انا عايزه اقول لكم عليها. اكلك دايما تسخنيه دايما سويه على العين الواطيه. ليه؟ لان كل ما الاكل استوى وتظبط على البخار الميه بتاعه الاكل كل ما بقى طعمه اجمل واجمل. لكن كل ما سويتيه على عين عاليه هتبص تلاقيه يعني بسرعه 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 وخلاص الاكل بتحس ان ملوش طعم. وده كان الطبق النهارده، وهنصبر لغايه لما يستوي ان شاء الله واحطه لكم واقدم لكم المنيو بتاعي كامل والسفره بتاعتي وبالف هنا وشفا. وننتقل بقى لاخر مرحله اللي هي مرحله التقديم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكده خلصنا الغدا النهارده بتاعنا، وهو عباره عن محشي ورق عنب باللحمه المفرومه، طبق سلطه خضار، فراخ مشويه في الفرن، صينيه بطاطس مع الفراخ المشويه. ولو حد عايز ياخد عيش هياخد، لو حد عايز ياكل كده هوت ينقنق في الفراخ وفي المحشي وبالسلطه وبألف هنا وشفا. وتفضلوا معانا وان شاء الله طبق جديد وجميل وشهي جدا وبألف هنا وشفا. وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت للفيديو عشان يوصلكم كل جديد من قناة الصديقتان. وكل عام وانتم بخير بقدوم شهر رمضان. وانا سعيده جدا 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 بالفيديو دوت. وان شاء الله استنوا مني فيديوهات اكتر واكتر واكتر. هنتعلم حاجات كتير في المطبخ وفي ترتيب البيت وتربيه الاطفال وفي الرسم وفي التصوير وفي كل حاجه وفي كل مجالات البيت وعمل ديكورات بسيطه بردك للبيت. وكل عام وانتم بخير ومع السلامه.